هاي يا جماعه، مني ايه ربطكم مليون الف خير، صباح الخير، مساء الخير، على حسب توقيت انتوا تشوفيني فيه. الاول مره تشوفيني، هاي انا ساره من قناه بايب توكس. من غير كلام كتير خش على فكره الفيديو على طول. هحكي لكم قصتي مع الامتحانات. بص، مش عايزه اقول لكم غير ان الفيديو ده كان هيكون فيديو تاني، فكره تانية، لكن يعني قررت ان هو في اخر الفيديو حسيت ان هو فيديو طويل قوي. وصل مثلا ل 14 دقيقه وانا كنت بحكي لكم على امتحاناتي، فقلت هعمل فيديو امتحانات الاول بعدين انزل لكم الفيديو التاني بعدين ان شاء الله. في يومين ما نزلتلكوش فيديوهات، يوم الخميس اللي فات ويوم الاحد اللي فات، استنوا هعوضها لكم ان شاء الله في يوم قبل ما اخش على البتاع ده. يلا بينا نرغي شويه. بصوا، جيبوا شاي واقعدوا معايا دلوقتي. انا فتره امتحاناتي دي بتاعت الترم ده بجد كان بشعه. بشعه، اقسم بالله بشعه بطريقه غبيه. انا عمري ما كنت من الشخص اللي هو سنسيتيف، اللي هو داخله في امتحانات وحاجات كده، لكن يعني انا بجد مش فاهمه ايه اللي حصل لي الترم ده، لكن يعني حصل خير. انا كنت منهاره جدا، كنت بنهار، بس بجد كنت جايبه تروما للعيله. بجد كل شويه اعيط. كان عندي ليله امتحان يوم 29، كان فرنش او ليفل وفرنش هاي ليفل. فرنش هاي ليفل اوكي كنت لما مش عارفه ايه، فرنش او ليفل ما فتحته مثلا الساعه 11 بالليل. وبعدين اكتشفت ان انا مش عارفه اي حاجه في الفرنش الاو ليفل. انا كنت مذاكره فرنش هاي ليفل مش فرنش او ليفل. ففتحت الفرنش الهاي ليفل، فرنش الاو ليفل. قعدت مثلا اقعد ساعتين وانا فاكره ان انا بجد مش قادره. عارفين ان انتوا تعبانين قوي وعيطتوا كتير لدرجه ان انتوا بجد مش قادرين. بس فيعني كان حالتي مزريه جدا، كنت بعيط بس لغايه ما اختي جت حبت فيا، لا بس عشان انت كده مش بتستفادي بحاجه، ان انت انا بضيع وقت كده اكتر. فحصل خير وقمت تاني يوم عادي جدا. آه، آه، رحت الامتحان. استنوا بستطعم. بس يعني لكن الامتحان كان حلو، ما كانش حلو قوي الامتحان حرفيا. هو تقريبا امتحان كان امتحان الفرنش الاو ليفل. لا ده بتاع الفرنش الهاي ليفل، ماشي. الفرنش او ليفل كان يعني تمام لذيذ، والوقت عدى وكنت الحمد لله بالنسبه لي اللي هو في هم راح من على قلبي، اللي هو خلاص ماده خلصتها. وبعدين خلصنا الفرنش الهاي ليفل. الفرنش هاي ليفل بيقعد معانا هما ورقتين ساعه، هما مش ورقتين، ورقتين. كنت فاكره كده في الاول، لكن هما كذا ورقه. المفروض بنخلصها في ساعه ونص، والورقه التانية بنخلصها في ساعه ونص. فيعني حصل خير. دي شهادتي، لكن مش هقول لكم جبت كام في المية، عشان مش حابه الفيلميه، لكن يعني الحمد لله. عشان انا كنت فاكره ان انا هطلع بماده، فاللي هو مفيش حد بيطلع في ماده في الترم الاولاني، ان انا كنت فاكره ان انا هقعد في الترم التاني. الحمد لله مش هضطر. بس بقى 9 درجات العب فيهم في الترم التاني. فاهم. ف الحمد لله امتحاننا خلص وعدى وكده. وبعدين كان ده يوم 29، انا كنت منهاره جدا. يوم 28 الحمد لله عدى. يوم جه يوم 5، كان عندي امتحان مواطنة ودين وفرنش هاي ليفل. فرنش هاي ليفل الحمد لله كنت لماه، لكن هل ده منع ان انا ما عيطتش؟ ابسولutely لا، عيطت يوم 4/1. وبعدين اسمه ايه ده، قول معايا. وبعدين عديت الخطوة الحمد لله، ذاكرته مش عارفه ايه وكده. وبعدين دخلت، هو كان فرنش الهاي ليفل الاول، بعدين الدين، بعدين اخر حاجه الموضوع الفرنش هاي ليفل. هما ادوني مستر دخل حرفيا اللجنه، وانا عمري ما امتحنت في المسرح عندنا، عشان هو في عندنا مسرح، عندنا الثياتر والدايننج والجيم. هما التلاتة دول هما كبار جدا، في ناس كتيرة هيكونوا مراقبين عليكم، وانا بخاف من الآلات الكبيرة او كده. بس فلكن الحمد لله يعني مستر داخل وزع الورق. انا قلت بقى ايه، احنا عندنا الفرنش هاي ليفل فيه 3، في 2 اساي وفي 1 دايلوج. احنا بنحفظهم ما بنفتكرش، عشان هو في كلمتين لازم نكتبهم. فانا حفظتهم ودخلت بقى. انا فتحت الورقه، انا حتى ما كتبتش اسمي، فتحت الورقه على طول عشان الحق اكتبه قبل ما انساه، عشان كنت حافظاها قبليها بيوم. بفتح ببص كده، هو المفروض الاقي كلمتين في نص السطر، ان انا دول اللي انا هفهم انا المفروض اكتب ايه من الثلاثه. ببص كده ما فهمتش حاجه، لقيت سؤال، فاللي هو يعني ايه. وبعدين هو سؤال، بعدين كويشن مارك، بعدين سؤال تاني كويشن مارك، ماشي. بعدين ما فهمتش، بعدين قعدت ابص الورقه كده، بعدين بفتح اول ورقه لقيت الكومبريهنشن قد كده وعليها اسئله، وبعدين مكملين عادي. احنا عندنا كومبريهنشن بتكون الصفحه كلها، فمش كلها بكلام، يعني كلام وتحتها الاسئله بتاعتها، لكن هي اول صفحه دي كومبريهنشن بس. فما فهمتش. وبعدين انا بقى بدات اخاف واتوتر لغايه ما الحمد لله قبل ما هعيط من النوم لقيت اللي قدامي بتقول له مستر حضرتك اديتني ورقه ايطالي. فاللي هو عملت لها ثانيه واحده، بعدين قفلت الورقه بصيت لقيت معايا ورقه ايطالي. انا فرنش، انت بتديني ايطالي ليه؟ بعدين اكتشفت ان المستر دخل وزع علينا كلنا ايطالي. فاللي هو مع ان كان مثلا في 5 6 مثلا الايطالي بس في اللجنه، فاللي هو حسب الله اكيد فيكم مستر، لكن يعني حصل خير. مش صبحك عشان انت وترتني يوميها. بس وبعدين انا كنت بخلص الامتحان وانام، اخلص
وبعدين على الديسك. فانا نمت على الديسك في امتحان الفرنش، وبعدين انا المفروض هما بيصحونا قبل اول يعني فاضل 5 دقايق ان احنا نراجع. انا صحيت وما لقيتش ورقه جنبي، ببص كده لقيت اللجنه خلصت، وحتى ما ادتنيش فرصه ان انا اراجع. ابص بصه بس. لكن انا الحمد لله كنت مراجعه يعني قبل ما انام، لكن يعني كنت متضايقه طول اليوم يعني ان انا ما ادتنيش الورقه. بص حاسبه بقى كيف في كميس. صراحه حاسبه على المدرسين كلهم دلوقتي. ماشي. فبعدين خلصنا امتحان الدين. امتحان الدين بجد انت شخص مسلم بس هتعرف تخش تحل وهتجيب درجه حلوه. وبعديها المواطنه بجد مش فاكره الامتحان كان عن ايه. امتحان كان كتير كده. وبعدين احنا قريناها كده، احنا قرينا المواطنه كده. كان امتحان بتاع مش فاكره كام سؤال، 13 سؤال حاجه كده تشوز، بعدين 2 اساي في الاخر. اساي كنت بهبدهم، كنت باخد من التشوز واحطهم تحت، واخر سؤال كنت هبداه، والبتاع ده كله 13 سؤال كان بالاحساس. خلصت ونمت. الحمد لله صحوني. او هما ما صحونيش، انا ببص ورايا. انا صحيت بصيت ورايا لقيت الميس بتلم الورق، فاللي هو بصيت بصه سريعه كده بس. فده كان تاني امتحان ليا، كان يوم 5/1. كان عندنا بقى من يوم 10/1 ليوم 15/1 امتحانات. هل تفتكر؟ انا بقى كنت داخله، انا في دماغي انتوا فاكريني مسويه وكده، لكن انا بجد ومفكريني مؤفره، لكن انا كنت داخله الفتره دي انا مش هعدي. مش فكره مش هعدي ان انا انجح، انا مش هطلع عايشه في الفتره دي. انا لو خلاص انا نفسيتي كانت وحشه ومتدمره. يعني حتى كان من يوم 5 ليوم 10 في 5 ايام انا كنت بعيط فيهم. ما عيطتش فيهم كلهم، يعني يوم عيطت مثلا في يوم 7 او حاجه. فيعني كان يعني تقولوا لي انتي عيطتي في نص 5 ايام؟ مش عارفه. هي الفكره ان انا ما كنتش بعيط. انا بجد انا ما كنتش فاهمه انا بعيط ليه، يعني ان انا عمري ما كنت بكير قوي للدرجه دي. يعني انا كنت بارده جدا في يعني تالتة اعدادي دي. انا بجد كنت مثلا اقعد على المكتب كده وافتح التليفون وعادي جدا. اللي هو يعني ليله الامتحان اسكرول مثلا على تيك توك، انستجرام، اعمل اي حاجه. بعدين ابقى احل مثلا، ابدا مثلا على الساعه 3 او 5 بعد ما اتغدى حاجه كده. فالموضوع كان بشع جدا. فكان كده، وبجد كان نفسيتي منهارة جدا. وبعدين العربي بجد امي كانت قالت لي ان هو بعد الامتحانات ان انا كنت خلاص بالنسبه لها ان انا مش هطلع عايشه. فمش عارفه ايه اللي حصل يعني، لكن يعني حصل خير. هي بعدين قالت لي ان انا كنت بسمع. انا بجد انا سامعه قلبي. انا في حاجه غلط كان في قلبي، ان انا هو ما كانش في حاجه غلط فيزيكال، لكن انا كنت بس ببانك زياده عن اللزوم. كان في دماغي ان انا جات لي انكزايتي بقى من الامتحانات. فانا مش عايزه امتحن. بس بجد كنت لما بطلع حتى السلم انا بنهج ضعف اللي انا بنهجه في الطبيعي. في حاجه بتعمل بام 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 جوه، اللي هو ايه يا جماعه في ايه. وبعدين انا كنت ساعات بعيط من الوجع، في نفس الوقت انا بعيط عشان انا خايفه. الفكره ان انا عمري ما خفت، يعني انا كنت ماشي، انا كنت طول عمري بخاف ماشي وقلقانه وكده، لكن ان انا عمري ما خفت في امتحان لدرجه ان انا عيطت. يعني في مره طول عمري بجد ما عيطتش غير مره واحده، تالتة اعدادي. مستر عربي قال لنا بتسير اسمه ايه ده، اجاباتك. وبعدين قال لي ايه القرف اللي انت عاملاه ده. اللي هو حاسبه الله اكيد فيك يا مستر. فعيطت يعني. لكن هل هو لو كنتش بعتله اجابات كنت استنيت حتى لغايه اخر الامتحانات يعني. لكن في العموم ما عيطتش بعديها تاني، لكن السنه دي انا مش فاهمه ايه اللي حصل لي، لكن حصل خير. بعدين احنا كنا بنمتحن في الفتره المسائيه الساعه 11:30 كده. ف اسمه إيه ده، قولوا معايا. ف لم... خلاص بقى انا صحيت كنت نايمه ومش عارفه ايه. انا الفكره انا مش عارفه، انا ولا عارفه اشرب شاي بلبن ولا عارفه اكل، وعارفه ان هو قرفانين من حياتكم، وكنت حاسه ان انا كمان عايزه ارجع. فاللي هو كان في حاجه مش فاهماني ساعتها. بس فبعدين مش فاهمه ايه اللي حصل، لكن انا حرفيا يوميها يوم الامتحان العربي الصبح انا صحيت عادي بصحى الساعه 7 مع امي وكده، وشربنا الشاي بلبن وقعدت اذاكر شويه وتمام ماشي مش عارفه ايه وكده. وبعدين من الساعه 9 للساعه 10 نمت. النومه دي انا مش عارفه ايه اللي حصل لي فيها. هي دي انا كنت حتى الاسبوع ده كله انا كنت بنام وانا صاحيه، بمعنى ان انا حاسه مين جه، مين نام، مين بيشغل اغاني، مين قاعد على التليفون، مين بيذاكر، مين مش بيذاكر. انا كنت سامعه اللي حواليا. لكن الساعه دي انا نمت، انا مش حاسه بحد. فيعني بجد تقريبا دي اللي عدلتني. لكن هي بجد انا نمت، بجد كانت احلى نومه. نمت بجد صحيت قادره ان انا اكمل. آه الوجع اللي هنا بقى ده راح. حد يقول لي ازاي، اقول لك ما اعرفش، لكن هو راح.
يعني انا بجد كنت بنهار في بوم 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 ومش عارفه ايه وكده، وما كنتش عايزه حتى انزل اروح في حته اللي هو كدكتور او مستشفى او الحاجات دي، لكن ماليش في الجو ده. آم، لكن الحمد لله النومه دي انا مش عارفه ايه اللي حصل لي فيها، لكن انا صحيت، انا الوجع اللي هنا والبوم بوم بوم دي راحت. انا حتى كنت خايفه اللي هو انا على طول سامعه دقات قلبي. يعني انا مثلا تخيل من 29 ليوم 5 انا سامعه دقات قلبي، سامعاها. امي كانت بعديها قالت لي ان انا كانت سامعه هي دقاتي. ف اسمه ايه ده، فحصل خير. آه، مش عارفه ايه اللي حصل. يعني انا فكره حتى ان انتوا متعودين ان انتوا تسمعوها فجاه ما تسمعوهاش، اللي هو انا قلبي واقف وانا عايشه ولا ايه، مش فاهمه. يمكن الحمد لله يعني الموضوع خف. لو حد عنده استفسار الحاجات دي، يعني مش مهم الكلمه قوي، لكن يعني لو حد فاهم ليه اكتب لي تحت في الكومنتات. بس فبعدين انا مش عارفه، انا بقالي 13 دقيقه بري ماشي. آه بعدين بعدين بقى سكت. فبعدين عادي جدا صحيت كملت اللايف بتاع محمد صلاح. كنت فاضلي مثلا 10 دقايق فيه، صحيت كملتهم حليت شويه. بعدين خلاص لبست ونزلت ورحت الامتحان. رجعت الحمد لله من الامتحان مكنتش فاهمه فيه حاجه. حرفيا كنت حله النحو بالاحساس. الامتحان انا مش فاهمه انا حليت فيه حلو ولا وحش. انا في الاول كنت حله حاجه وبعدين لقيت كميه اخطاء وانا براجع فعدلتهم. يعني كان في سؤال مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا، لكن اكيد اللي في دفعتي عارفينه. كان في سؤال كان بيقول مش عارفه ايه زلزال الارض بيعمل طبقات بيبعد عن بعض 5 سنتيمتر مش عارفه ايه كل سنه. فانا ما خدتش بالي بقى من حته ان هو انا مجمعه ان انا مختاره 5 سنتيمتر، لقيتها 50. فما فهمتش. بعدين لقيت 500 بعدين 1000 اللي هو فين 5؟ انا عاوزه 5. بعدين لقيتها في القرن. بعدين بقى بحاول افهم هو القرن ده 100 سنه ولا 1000 سنه. وبعدين لو ما لقيتش 5000 اللي هو لقيت 500 فاكيد قرن 100 سنه. عشان تعرفوا بس انا حالتي في التاريخ فين. بس فيعني الحمد لله اخترت 500. بعدين بقى كملت المراجعه. وبعدين هما في النحو حتى هما كانوا مش فاهمه بيلعبوا معانا ولا ايه، لكن انا كنت عامله اول حبه دال 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 دال. يعني اول 6 اسئله كانوا دال بس. فاللي هو انا قلت اكيد بيعملوا كده عشان يوقعوني، فانا هحسبهم كده. بعدين في الاخر طلعت الحمد لله. كان في دلات كتيره اللي كان معرفش ايه اللي صح وايه اللي غلط، عشان انا ما براجعش. فدي اكتر حاجه بحبها فيا ان انا ما براجعش، عشان لو رجعت هعيط. ف بلاش. آه فهي كان كده. وبعدين ايه تاني؟ وبعدين استنى اقول لكم. وبعدين ده كان عربي. وبعديها كان عندي او ليفل. كنت مخلصه ايه كنت مخلصه الستوري والجرامر. وتاني يوم كنت مخلصه، لا الستوري والجرامر دول اللي كانوا قبليها. ليله الامتحان خلصت، هما كان علينا 6 يونتس 6 يونتس وكده. فخلصت 5 والاخيره عملتها تاني يوم الصبح. قعدت احل. لكن انا كنت بحل على كذا واحد عشان انا اصلا كنتش لاقيه الاجابات فين. فكانش في غير ست منزله اللي هو على التدريبات، حتى مش التدريبات كلها. يعني في ساعات الاقي اخلص التدريبات بعدين ابص ما لقيتش اجاباتها. فيعني طنط بليز نزلي الاجابات كلها. يعني بليز، عشان بجد امتحان الاوليفل انا ما بعرفش هما بيجيبوا الاجابات منين، لكن يعني حصل خير. فده كان الاوليفل كان سهل. البيور ماس رحت الامتحان. رحت ليله الامتحان المراجعه. انا دخلت. انا تقريبا كان احنا في البيور عندنا الجبرا بتاع 11 درس او حاجه كده. هما كانوا 2 يونتس الجبرا وبعدين تريجنومتري وكالكلس. تريجنومتري وكالكلس لميتهم قبل ما اروح للدرس. كان الساعه 5. وبعدين رحت الالجبرا هو لمهولي كنت منهار، لكن رجعت لميته. بس رحت لقيت الامتحان بتاع البيور ماس. بجد هو كان بيشرح حاجه بعدين انا كنت بفنك بطريقه غبيه. بعدين انا مش فاهمه. لكن انا بقى بعد ما قلت لكم ان انا بعد الامتحان العربي انا بجد ما كنتش حاسه بحاجه. يعني انا كنت بتوتر لكن ما كنتش بعرف. فيعني الحمد لله. بس يعني ده كان عنده الحمد لله الفيزيكس. انا رحت ليله الامتحان برضو. هو انا بجد ما كنتش فاهمه. انا بانكت في الحصه، لكن انا عرفت اهدي نفسي. خبطت جبت عصير شربتني. وبعدين طلعت قعدت أعيط شويه مع امي وبعدين روحنا الحمد لله. لكن يعني كنت انما ايموشنال عادي، يعني الصوره الطبيعيه. بس وبعدين رحت الامتحان حرفيا الورقه مثلا دي الورقه انا بحل وبعدين انا عامله كده. وبعدين بحل. وبعدين أنا في دماغي بقى لو انا حرفيا حليت 3 اسئله بمجهودي. انا ما بغشش. حليت 3 اسئله وبعدين عملت كده. وبعدين قعدت بقى في دماغي اللي هو ينفع اللي انا عاملاه في نفسي ده؟ يعني ينفع اللي انا عملته في نفسي ده؟ وبعدين كنت بأنبني جوه. وبعدين قلت خلاص مش لازم نأنب نفسي دلوقتي، نأنب نفسي بعد الامتحانات. حليت. نقصت 21 درجة.
في الشهاده، يعني ناقصه، يعني جايبه 39 من 60 في الفيزيكس، لكن يعني الحمد لله، بجد الحمد لله. وبعديها كان عندي كيمستري، رحت لنفس ليله الامتحان بتاع نفس المدرس عشان هو بيدي فيزيكس وكيمستري. فعموما بفهم منه، لكن بالنسبه لي كان احسن ان انا كنت فاهمه فيزيكس، كنت فاهمه كيمستري. الكيمستري مش محتاجه حل زي الفيزيكس، ما هي محتاجه حل، يعني الفيزيكس شبه الماث لازم تحله، مفيش اوبشن. بس نفس الامتحان عملت كده، لكن كنت حله 6 اسئله، فهم تقريبا كانوا بيقولوا لازم تحلي 5 عشان تنجحي، فانا كنت مطمنه يعني، لا خلاص بقى، لا مش مهم. بعديها كان اخر يوم، كان عندي تاريخ و ميكانكس. ميكانكس انا بجد يعني والله من عند ربنا، يعني بجد الحمد لله. انا ميكانكس، انا ليله الامتحان، انا مش ليله الامتحان، انا قبل ما اروح للامتحان انا كنت بعيط. جيت اعمل شعري، لقيتني اسمه ايه ده، آه كان بص، انا شعري لازم اغسله مرتين او 3، ماشي، لكن هي مش كانتش فكره في كده، هي فكره انا كنت حاطه زيت، فانا مركزتش انا حطيته، فانا ما غسلتوش كويس، فغسلته بعديها بعد الامتحانات يعني، لكن كان كده، فانا بالنسبه لي كان ملزق. اخر يوم ده انا بروح بتشيكه جدا، ف... فحرفيا رحت عامله بن فوق ورحت عادي اكني حرفيا رايحه الدرس. بس اصلا كنت كل يوم اعمل بن تحت، فقلت اعمل بن فوق ولا هو اي جديد في الموضوع. بس فكان كده، وكان ان انا التاريخ مش فاكراه، عشان انا سبته حرفيا، انا صحيت الساعه 5 الفجر، أنا نمت 11 بالليل، صحيت الساعه 5، انا كل ده في الميكانيكس. هل كنت حافظه رولز؟ لا. التاريخ كنت بحاول افتكره، هل كنت فاكراه؟ لا. لكن كنت حرفيا سمعت مراجعه، فيديو مراجعه مرتين عشان اجمع التاريخ، لكن يعني حصل خير. عيطت قبل ما اروح الامتحان، وبعدين رحت الامتحان، امي هدتني، امي بجد دي القلب، هي بجد مستحملاني. آم، بس عيطت ليه قبل الامتحان؟ عشان مش فاكره التاريخ والميكانيكس اللي بقالي يوم ونص بذاكره، مش حافظه الرولز. فدخلت وكنت خلاص بقى منهار. التاريخ كان الحمد لله امتحان جه سهل، بحاول بقى احفظ الرولز في النص، يعني انا اصلا خلصت التاريخ، امتحان التاريخ كان في ورقه اللي هو الدرافت وكده، انا بكتب رولز البتاع ده، رولز الميكانيكس في الورقه، بحاول اكتب اللي انا فاكراه واللي انا مش فاكراه، احاول افتكر اي حاجه منه واكتبه، عشان في البريك ده نص ساعه احفظ الرولز. بعدين كنت حافظهم بقى كروكي كده، وبعدين طبعا ان انا حافظه رول تانية حطها في حته تانية، فكان الموضوع ميؤوس منه، لغايه لما الحمد لله جت ورقه المفاهيم. ورقه المفاهيم انا عمري ما استفدت منها باي حاجه، لكن هو بجد ورقه المفاهيم جت وش وظهر، وكان فيها الرولز بتاعت الميكانيكس كلها، نجدتني نجده، عملت معايا واجب من الاخر. بس فكان امتحان حلو، طلعت منه. بس وبعدين روحت وطلعت عايشة. النتيجة طلعت جاي أول ما عمري ما جبت 72.5 من 80 في العربي، كنت بنقص على طول بال11 و12 درجة و13. فميرسي جدا محمد صلاح. الأو ليفل عشان تعرفوا بس ان انا لغات عالية، ناقصة درجتين، ماث ناقصة 5، ماث بيور ماث وميكانيكس ناقصة 5، دي بالنسبة لي حاجة جبارة، انا اصلا الماث امتحان جه سهل فالحمد لله. التاريخ ناقصة في كام، 9 درجات ونص. الكيمستري ناقصة فيها 9، الفيزيكس ناقصة فيها 21 درجة. الدين ناقصة فيه 1.5 درجة، المواطنة ناقصة فيها درجتين، الانجليش هاي ليفل ناقصة فيها 1.5 درجة، الفرنش او ليفل ناقصة فيها 1.5 درجة، فرنش هاي ليفل اللي ما عيطتش فيه ناقصة فيه 3 درجات، كان حاسة خير. البي اي ناقصة فيها درجتين، كل ده عشان انا كنت في الفولي بول خدت 5، والباسكت ميس ادتني 3 من 5، مش مسامحاكي ميس، لكن ثانك يو، كده مش فارقه لي، لكن المهم ان انا عديت بخير، طلعت عايشه بالامتحانات، وان شاء الله ما زنقنيش الزنقه السودا اللي انا عاملاها فيا، والم نفسي الترم تاني واذاكر بجد. بس فدي كانت اوحش ترم ممكن اذاكر في حياتي، كانت اوحش درجه، هي انا عمري ما جبت المجموع ده، كنت بجيب اعلى، لكن مش مهم الترم ده، مش مهم الترم الجاي، مش مهم الترم الجاي، المهم السنه الكبيره، السنه تالتة ثانوي. فاضل الترم على تالتة ثانوي، انا عايزه اصوم، لكن يعني حصل خير. مش عايزه اقول لكم غير ان انا بجد كنت الفتره اللي فاتت حتى بعد الامتحانات كنت حاسه ان انا في ديبريشن جامد جدا، لكن حاسين بقى انا ما حكيت بقى ان انا الفتره الصعبه اللي انا عديت بيها، حاسه الموضوع عادي، كول، مبقتش فارقه لي خالص الحمد لله، رجعت السنه الطبيعيه. آه، ممكن في ناس كتير منكم تفتكروا اللي هو بتأفور ومش عارفه ايه وكده، لكن انا بجد انا طول عمري بالنسبه لي الدراسه
هي الدراسة اللي بتقيمني ذكاء، يعني مخي ده بيتقيم بدرجاتي في النتيجة. ده اللي كان في دماغي، لكن يعني حصل خير. بلس ان هو برضه يعني يا جماعة في واحدة فاضل لها ترم تخش تالتة ثانوي، فانا بالنسبة لي كل الناس بيقولوا لي دي تجربة تالتة ثانوي، ان انتي محتاجة يعني ترتبي نظام مذاكرتك دلوقتي عشان تعرفي تذاكريها في تالتة ثانوي عشان نوصل لحتة حلوة. فكرة ان انا اصلا دلوقتي مش عارفة اخش علمي علوم ولا علمي رياضة، دي حاجة نهتم بيها في اخر الترم، لكن يعني الحمد لله نقول ان هي عدت بخير وسلام. وده اخر الفيديو، ودي اخر مشاكلي التعليمية كتيرة جدا اللي عديت بيها الفترة اللي فاتت. ان شاء الله نعمل نظام مع بعض الترم التاني نلم فيها المواد كلها ونحل الحل. بص انا من نوع الناس اللي بفهم اكتر ما بحل. انا ماشيه بالنظام القديم، النظام بتاع ميدل وجونيور. النظام ده ما ينفعش في تالتة ثانوي، مش تالتة ثانوي، في ثانوي في العموم. خدت الموضوع ده من اختي، ان هو كده كده بيجي على الفهم اكتر من على الحفظ، فانتوا محتاجين تكونوا فاهمين. فانا بقى اخدت ان انا كده فانا بفهم بس، لا انتوا محتاجين تحلوا كتير. عشان الفيزيكس بجد هي كانت كل مسألة ليها سؤال. هل اي مسائل من اللي انتوا هتحلوها هتلاقوها؟ لا، لكن دماغكم هتعرف تفكر ازاي بس. يعني الحمد لله بقى لي حبة حلوين برغي معاكم. حابة اقول لكم باي باي، بليز ما توصلوش لمرحلتي. بس فنقول لكم باي باي، ده اخر فيديو. وبليز ذاكروا فيزيكس ذاكروا فيزيكس ان شاء الله. الترم التاني هحضر، عشان كنت برضو اصلا اونلاين، ما كانش فيه واجب، ما كنتش بحله، ما كانش فيه امتحانات. امي هتهزقني بعد الفيديو ده، لكن يعني حصل خير. هو ما كانش فيه واجب كنت بعمله، ما كانش فيه امتحانات كنت بامتحنها كل اول حصه، ما كانش فيه. انا كنت بحل، انا كنت بخش الفيديو اذاكره واكتبه واعمل ملخصاتي وبس، كنتش بحل. فيعني هحل الترم التاني وهحضر ان شاء الله. ما فيش اونلاين فيزيكس ولا كيمستري، لكن عربي كان فيه اونلاين عشان هو مش هقدر الحضور، بس ان هو مفيش حضور لكن حصل خير. واستنونا في فيديو نبدا الترم التاني على نضيف. بالنسبه ان هو الحمد لله احنا الترم التاني هيكون اوله رمضان، بعدين تقريبا في شهرين او شهر ونص، فهنعرف نلم في شهر ونص عشان ما بعرفش اذاكر في رمضان. لكن في طريقه عايزه اجربها في رمضان اذاكر بيها، هنعرف مع بعض بعدين. لكن ده اخر قصتنا بتاعت النهارده، ان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا اتعلمتوا ان انتوا تعملوا زيي. بس ونقول لكم باي باي، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.